صباح الخير او مساء يا جدعان، فيديو جديد من كتاب أليكس فيركسون. كنت في البيت في يوم تلجي يناير 2010 لما جات لي رسالة على تليفوني بدأت بي: مش عارف لسه فاكرني ولا لأ، لكني محتاج اكلمك، رود فان نيستلروي. يا الله، ايه ده؟ قلت لكاسي ده مشي من 4 سنين. قالت لي وعايز ايه؟ يمكن عايز يرجع لليونايتد. قلت لها لا 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 لا، ما تكونيش سخيفة. ما كانش عندي فكرة فعلا هو عايز ايه، لكني رديت عليه تمام كلمني. في الاول اتكلمنا كلام عام. رود كان بيعاني من شوية اصابات في الفترة الاخيرة، لكنه بقى جاهز دلوقتي ومش بياخد فرصة لعب، وكل الكلام اللي معظمكم عارفينه ده. وبعدها قال اللي كنت عايز اقوله، اني عايز اعتذر عن تصرفاتي في اخر كام سنة في اليونايتد. بحب الاشخاص اللي بتعرف تعتذر. كنت دايما معجب بالصفة دي، لان الثقافة الحديثة دلوقتي تحسها بقت مرتبطة بالغرور، وينسى الناس ان في كلمة معناها اسف. الكل هتلاقيه يفضل يطبل للاعب، ايا كان بقى المدرب او النادي، والاعلام والوكلاء نفسهم كلهم هيقولوا له عن قد ايه هو جامد وقد ايه هو لعيب عظيم، بس كده. فده هيزرع جواه نوع من انواع الغرور طبعا. احساس كويس انك تلاقي شخص يقدر يمسك تليفونه بعد فترة كبيرة قوي علشان يقول انه كان غلطان وانه فعلا اسف. رود ما وضحش اي حاجة وقفل. يمكن كان المفروض اسأله عن ايه اللي فكره بالموضوع ده. لما قعدت شوية بعدها بفترة وافتكرت مكالمة رود، كنت عارف ان في ناديين او 3 مهتمين بيه، لكني ما لقيتش صلة بده بمكالمته دي. ما كانش في سبب واضح يخليه يصلح علاقته بمانشستر يونايتد علشان يقدر يلعب لنادي تاني في انجلترا. يمكن كان حاسس بالذنب. وارد الموضوع كان في راسه طول الفترة اللي فاتت دي. ومفيش شك ان رود دلوقتي بقى انضج بكتير. اول اشارة للمشاكل في علاقتنا كانت لما رود قعد يشتكي لكارلوس كروش كتير عن رونالدو، وكان في كتير من المواجهات، لكن ما كانتش حاجة كبيرة قوي يعني. بعدها حول رود غضبه لجاري نيفل. جاري كان مستعد له، علشان كده كسب المواجهات دي. ديفيد بيليون كمان كان واحد من اللعيبة اللي عصبوا فان نيستلروي، لكن معظم الوقت مشاكله كانت مع رونالدو. في آخر موسم 2004-2005 كنا تأهلنا لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي قدام أرسنال. فان نيستلروي كان لاعب ماتش كارثي، وفي يوم الاربعاء قبل الماتش اتكلم وكيل اعماله روجر لينس مع ديفيد جيل وقال له ان رود عايز يمشي. ديفيد قال له ان عندنا نهائي يوم السبت، واعتقد ان ده مش افضل وقت خالص علشان يطلب فيه مهاجمنا الصريح انه عايز يمشي. اجابة روجر كانت ان فان نيستلروي شايف ان الفريق تكاسل ومش هنقدر نكسب دوري الابطال. رأيه كان ان اليونايتد مش هيقدر يحقق اي بطولة اوروبية مع لعيبة صغيرين في السن زي روني ورونالدو. بعد نهائي الكاس اتصل ديفيد بروجر وطلب منه انه يجي هو وفان نيستلروي علشان نجتمع معاهم. ردنا كان قوي، لان ريال مدريد ما كانوش هيدفعوا ال 35 مليون جنيه ليه، وده كان واضح، وهو ده برضه كان سبب طلبه انه يمشي في رأيي. لو الريال كان جاهز انه يدفع المبلغ ده، ما كانش رود هيضطر يتحايل علينا علشان يمشي. كان بيحاول يساومنا علشان نوصل لمبلغ وسط ونقلل من ال 35 مليون. فكرة سخيفة. علشان كده عملنا الاجتماع ده. موقفه كان انه مش مستعد يستنى لحد ما ينضج روني ورونالدو، لكنهم لعيبة جميلة يا رود، وده كان ردي. لازم تكون قائد للشباب دي تساعدهم. لكن فان نيستلروي أصر إنه مش هيقدر يستنى. بص، هنجيب لعيبة في الصيف. أكيد طبعا مش هنقبل فكرة خسارة النهائيات، ومش هنقبل فكرة خسارة الدوري، لكن لما بتكون بتبني فريق لازم تكون صبور. ومش لازم أنا بس اللي أبقى صبور، لكن كمان اللعيبة لازم يبقى فيه صبر. ده هيكون فريق جدا كويس. اسمع مني. اقتنع بكلامي، اتفقنا وسلمنا على بعض. في الموسم ده اتعاقدنا مع فيديتش وإفرا في ميركاتو الشتوي، وبطريقة مش مباشرة الصفقات الجديدة دي هما اللي تسببوا في أكبر مشكلة طول فترة رود معانا. في كاس الرابطة كنت بلعب بلويس صاها دايما، ولما وصلنا للنهائي قلت لرود بص، مش هيبقى عدل لو ما شاركش صاها. أنا عارف إنك بتحب النهائيات، وهتمنى لو أقدر أخليك تشارك في الماتش حتى لو قليل. كنا بنلعب واحنا مستريحين قصاد ويجن، وحسيت انها فرصة كويسة علشان اخلي إفرا وفيديتش يجربوا احساس الماتشات دي. كانوا اخر تبديلاتي المسموحة. بصيت لرود وقلت له هدي للشباب دول فرصة في الماتش، هيحسوا بانهم شاركوا في الفوز ببطولة مع اليونايتد.
فان نيستلروي اتعصب وكبر الموضوع. كيروش بدأ يتكلم معاه وحاول يهديه. اتوتر الجو على الدكة، وباقي اللعيبة فضلوا يقولوا له خليك محترم واهدى. لكني كنت حاسس ان هي دي النهاية معاه. كنت عارف اننا مش هنقدر نقنعه بحاجة تاني، وبدأت تصرفاته تسوء يوم بعد يوم. في اخر اسبوع في الموسم كان لازم نكسب اخر ماتش قدام تشارلتون، ومع اصابات سهل كتير كنت بحاول اخفف عليه، لكني ما كنتش حاسس اني قادر اختار رود. كارلوس كروش قام قايم وقام رايح لاوضه رود وقام قايل له قوم روح بيتكو، تصرفاتك طول الاسبوع محدش هيتحملها. رونالدو كان لسه والده متوفي من فتره قصيره، وفي الاسبوع ده شاط رود الكرة في رونالدو وقام قايل له ايه هتعمل ايه، هتروح تشتكي لابوك؟ كان يقصد كارلوس كروش مش ابو كريستيانو. في الغالب ما كانش بيفكر وهو بيتكلم. رونالدو اتعصب وكان عايز يضرب فان نيستلروي، وكارلوس اتضايق بسبب الاهانه. كارلوس كان مخلي باله من رونالدو بسبب اصوله البرتغاليه، وهنا الولد كان لسه مراهق ووالده مريض. لو مش هيطلب المساعده من كارلوس هيطلب من مين؟ الموضوع كله كان محزن الصراحه. مش عارف ايه السبب اللي غير رود كده، ما اقدرش اكد ان دي كانت طريقته في انه يمشي من الاولد ترافورد، لكنه كان خسر الاحترام من كل اللعيبه. كان شيء محزن لان ارقامه كانت مثيره للاهتمام. كان واحد من اعظم الهدافين في مانشستر. بدأت المشاكل تبان في الموسم الثاني لما قدمنا له عقد جديد، لكنه طلب شرط يسمح له انه يروح لريال مدريد تحديدا لو دفعوا مبلغ معين. قعدت افكر في الموضوع ده لوقت طويل. حسيت اننا لو ما وافقناش على الشرط ده فان نيستلروي ما كانش هيوقع على العقد. علشان كده قبلنا الشرط وجازفنا اننا نخسره في الموسم الثاني. المبلغ اللي حددناه كان 35 مليون. افتكر ان ده كان رقم هيبعد كل المهتمين بما فيهم ريال مدريد. قلت لديفيد حتى لو جم الموسم اللي جاي هيبقى حافظنا عليه الموسم كمان، وهنكون اخدنا مبلغ كويس جدا من الصفقة. لكن رود اتغير من اول ما وقع على العقد. في اخر موسم ليه كان شخص صعب جدا، ما اعتقدش ان كان في حد بيحبه هنا. اخويا مارتن شافه بيلعب لهيرين فاين وقال الولد ده كويس جدا، شكله الراجل المناسب. وبعد ما شفت تقريره بدأت اتحرك ورحنا تاني وشفناه، لكن قالوا لنا انه خلاص وقع مع بي اس في. طبعا ما سبناهوش خالص ورجعنا قدمنا له عقد تاني سنة 2000. وفي اجازة صغيرة في اسبانيا وقت الماتشات الدولية جات لي اخبار سيئة من دكتورنا بيقول لي ان رود فشل في الاختبار الطبي. كنا متأكدين اننا اكتشفنا رباط صليبي. بي اس في قعدوا يحلفوا ان لا مفيش حاجة، وانها مجرد مشكلة صغيرة في الصليبي ما تسببش فشل في الاختبار يعني. لكن ميكستون ما وقعش على الكلام ده. علشان كده رجعناه البي اس في اللي بعدها ودوه يتدرب وصوروه وبعتوا لنا الصور والفيديوهات دي. رود كان مصاب مفيش شك في ده. بي اس في كانوا بيحوروا وش. لكني قلت لمارتن لو عندك الناس المناسبة اللي تقدر تاخد بالها منك كويس هتقدر تخف من الإصابات دي في شهور قليلة. فان نيستلروي سمع ومشي ورا كلام الدكتور ريتشارد ستيدمان في كولورادو وغاب عن الملاعب سنة تقريبا. رجع في آخر موسم 2001 ووقع معانا بعد ما شفته قدام أياكس. تحركاته لسه عظمة، سرعته ما قلتش. تمام رود مش أسرع مهاجم في الدنيا، لكنه عنده عقل رهيب في منطقة الجزاء. زرته في بيته لما كان لسه بيتعافى وقلت له اننا لسه مهتمين اننا نجيبك في الاولد ترافورد. كانت رسالة مهمة ليه، لان ما افتكرش انه كان واثق من نفسه قوي في المرحلة دي من حياته. كان لسه ولد ريفي صغير. رود كان مهاجم صريح على الطريقة الإيطالية القديمة. انسى تحركاته على الأطراف. في الستينات كان في لاعب في اليوفنتوس اسمه بيترو انسترازي، ما كنتش هتلاحظه طول الماتش لحد ما يقوم مسجل جول المكسب فجأة. هو ده كان المهاجم الصريح اللي مسيطر وقتها. كنت تسيبهم يعملوا وظيفتهم في منطقة الجزاء. فان نيستلروي كان من النوع ده، الفرص لازم تتصنع له، لكنه كان هداف رهيب الصراحة. في الحقيقة كان من أكتر المهاجمين الأنانيين اللي عرفتهم. كان مهووس بأرقامه وعدد الأجوال اللي مسجلها. نقطة التفكير في نفسه دي اديت له ميزة قاتل عظيم. ما كانش بيبقى مهتم ابدا باللعب بالتدريج ولا جري قد ايه في الماتش ولا اي حاجة من الحاجات دي. الحاجة الوحيدة اللي كانت تهمه هي عدد الاجوال اللي سجلها. رود فان نيستلروي كان عظيم في الايرلي هيت. كان يهرب من المدافع وفي لحظة يشوط الكرة السريعة القاتلة دي. لو حطيت كل الهدافين العظماء عندي
هيبقوا أندي كول، إريك كانتونا، فان نيستلروي، وروني. رود كان أحسنهم في التسجيل، لكن أفضلهم كهداف بطبيعته كان سولشاير. سجل رود إجوال عظيمة، لكن كتير منهم كانوا سهلين، إجوال من جوه المنطقة. أندي كول كمان كان مسجل إجوال عظيمة، لكن برضه كان مسجل كتير من مسافات قريبة أو كور متخبطة. لكن إجوال سولشاير كانت ساحرة. تفكيره عزز موهبته، كان عنده عقل قادر يحلل كل حاجة وبسرعة جدا. أول ما يوصل لمركز التسديد كان هيبقى فكر في كل الاحتمالات، لكنه ما كانش بيلعب في كل الأوقات لأنه ما كانش مهاجم عدائي. قدر يطور الموضوع ده بعدين، لكنه كان ولد رفيع قوي ومفيش أي قوة بدنية في بدايته علشان يرسم طريق واضح لنفسه. في الماتشات وعلى الدكة وفي الحصص التدريبية كان بيكتب ملاحظات دايما، علشان كده لما كان بيلعب هو كان هيبقى حل للفرقة التانية ومراكزهم، وكان بيبقى عارف امتى يتحرك وفين. أولي كان ولد لطيف وما كانش أبدا عايز يواجهني. ما كنتش بواجه معاه أي مشاكل خالص، عمري ما فكرت إنه ممكن يجي يكسر باب مكتبي ويقول لي إنه عايز يلعب. كنا عارفين إنه سعيد بدوره وحبينا ده. في الأول كنت فاكر إن نطاق مميزات رود أوسع بكتير من اللي تخيلته. توقعت إني أشوف منه جهد أكبر زي ما بيعمل باقي لاعيبة مانشستر يونايتد. تمام، هو كان بيعمل اللي كان لازم يتعمل، لكنه ما كانش بيميل لأنه يبقى من اللعيبة المجتهدين. ما كانش عنده قدرة تحمل كبيرة، ونتيجة اختباراته دايما ما كانتش أفضل حاجة. لكنك هتفضل عارف إنه هيرزع كورة في الجول أول ما هتجيله ربع فرصة. في السنين اللي فاتت كنا خسرنا كانتونا، شيرينجهام مشي، أولي كان بيعاني من مشاكل في ركبته، أندي كان لسه محافظ على لياقته كويسة. هتقدر دايما تعتمد على أندي لأنه كان فاكر إنه أفضل مهاجم في العالم، كان مفيد. لكنه اتضايق لما بدأت أقارنه برود. دايما علاقتهم ببعض ما كانتش أفضل حاجة، ورود وكانتونا برضو كان في توتر بينهم. الوحيد اللي كان صاحبه قوي كان يورك، وفي موسم 98-99 كانوا استثنائيين في الحقيقة. لكن الشراكة مع فان نيستلروي ما كانتش فكرة كويسة لأندي، علشان كده بعناه لبلاك بيرن، وكان في أول الثلاثينات من عمره. لكننا حسينا إن سنينه اللي قضاها معانا كلها كانت عظمة. مهاجم كمان عانى من رود وأنانيته وهو فورلان. فورلان لاعب عظيم، لكن رود كان عايز يكون دايما الرقم واحد، كانت هي دي طبيعته. دييجو فورلان كان مختلف، لما كنت هتلعبهم مع بعض ما كنتش هتلاقي أي ترابط بينهم. دييجو كان هيبقى لاعب أفضل لو كان اللي جنبه بيلعب معاه، لكنه سجل اجوال ما تتقدرش بتمن، جولين في الانفيلد وجول في آخر دقيقة قدام تشيلسي. كان لاعب جميل ومحترف كويس. المشكلة التانية اللي كنت بواجهها مع فورلان هي ان اخته كانت مريضة في مايوركا في اسبانيا، وكان هو دايما لازم يخلي باله منها. لكن دييجو شخصيته كانت جميلة، دايما مبتسم وبيتكلم 5 لغات. بعناه ب2 مليون، وكنت شايف انه مبلغ قليل فشخ، لكن الغريب ان ما كانش فيه اي نادي وقتها قادر يعرض اكتر. دييجو كان لسه صغير، لكن جسمه كان رياضي، كان لاعب تنس كويس قوي لدرجة انه كان هيبقى محترف فيها، وكان لازم يختار بين الكرة او التنس. وانا كنت عارف ده لما انضم لينا وقت بطولة التنس في جولتنا التحضيرية قبل الموسم ما يبدأ. حاولت اراهن عليه وقلت لجاري نيفل اللي كان ماسك كتاب المراهنات ايه سعر دييجو. جاري استغرب وقال لي ايه هو بيعرف يلعب؟ طبعا عملت عبيط وقلت له وانا اعرف منين، ما تسأله. اعتقد ان جاري حس باللي كنت بحاول اعمله. ما كانش فيه اي مراهنات على فورلان، وكسبهم كلهم، ومش بس كسبهم، ده فشخهم. جالي بعدها نيفل وقال لي انت فاكرني غبي صح؟ قلت له الموضوع كان يستحق المحاولة. وبس كده، دي كانت كل حاجة بالنسبة للفصل ده. اتمنى يكون عجبكم، طبعا دي اهم حاجة. الجزء اللي جاي هيبقى عن السبيشال 1 مورينيو. لايك في ايدك وانت خارج. سلام.